يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة، صباح الأمان، صباح الهنا، صباح الطمأنينة. صباحكم كده أبيض وزي الفل، زي المنظر اللي قدامكم ده، الرز بلبن الحليب القشطة ده الجميل. أنا من الناس اللي بحب أعمل رز بلبن في البيت كتير قوي قوي، بيبقى حلو بصراحة. وبحب أكله بأي طريقة بقى. ممكن دلوقتي شغالة بقالي فترة فيه كده، إن أنا بحب أحط عليه نفس طريقة عدنان اللي هو في مصر. فبما اننا هنا في الكويت ما فيش حد بيعمل نفس طريقته دي، فايه علقت عليه كده، وكنت بوضب حاجات في الغرفه بتاعه الولد وكده، والدنيا كانت مكركبه اصلا. مش عارفه، بحب قوي الفتره دي اكله. فانا هقول لكم على ملحوظه هنا برضو يا بنات، علشان لو حد عاوز يعمل رز بلبن ويحط عليه الطريقه نفس بتاعه عدنان، اللي هو السوسات من فوق، نوتيلا وبيستاشيو، تحطوا عليه ايه تاني، فول سوداني، زبدة اللوتس. اعملوا الرز بسكر قليل جدا جدا جدا، عشان تقدروا تحطوا براحتكم من فوق صوصات. تمام كده؟ طيب تمام. يا رب يرحم امي وابويا ويغفر لهم ويجعل قبرهم يا رب روضه من رياض الجنه، اللهم امين. انا بقى كده هعمل معاكم وجبه غدا سريعه قوي النهارده، وطعمها خطير. صينيه دياي، بس بصي، صينيه دياي ملهاش حل، طعمها فخم قوي. اول حاجه بجيب الدياي واشيل منه الجلد وبشققه واتبله اول حاجه هيل مطحون، هيل ورشه ملح بسيطه جدا، وسايباه متبل كده. وطبعا عصرت عليه ليمونتين. عقبال ما سايباه يتبل، كنت انا بقى ايه، بشرت بصل وعليها شو اسمه هذا، جنزبيل وثوم، وحط عليها معلقه من اللومي المطحون. جربوا يا جماعه التتبيله دي وانتوا هتعشقوها. وحطيت شويه ملح، وفرمت حزمه واحده من الكزبره. طيب، وفرمت واحده من الكزبره زي ما قلت كده، وايه، وبدات اخلطهم مع بعض. بنات، انا هنا بس عايزه انوه على حاجه. الغاز يا جماعه خلوا بالكم منه جدا جدا جدا، بالذات احنا هنا عندنا في الكويت مفيش غاز طبيعي، بس احنا الغاز هنا انابيب. تمام، مفيش في الكويت عندنا غاز طبيعي خالص. فخلوا بالكم موضوع الغاز، ان احنا فاتحين الانبوبه او فاتحين النار وفاكرين النار شغاله، وممكن ما تكونش شغاله ويفضل يسرب ريحه غاز. ستر ربنا على الانسان، يا رب يدومها علينا ستر، يا رب يا رب يا رب، ويسترها عليك ويبعد عننا الحرائق يا رب، ويسترها، لان الستر ده احسن حاجه في الدنيا. نعم، يا رب، اللهم امين. وانا قاعده كنت بشرب القهوه دلوقتي وبعمل ايتينج، كنت شغاله قهوه على القهوه العربي، والغاز شغال، وانا عندي غاز اللي هو الزيتي ده بفتحه، وافتكرت ان انا كانت النار شغاله تقريبا. الظاهر معرفش ايه اللي حصل، بس يعني الغاز كان شغال يعني، وكانت الشقه عماله تعبر ريحه غاز، واحنا بنفتكر حاجه من بره. فستر ربنا كبير، يا رب يسترها علينا دايما يا رب. انا الموضوع ده عندي مشكله كبيره كبيره، ودايما انسى. فيا رب يستر علينا. المهم بقى، احنا ايه، حطيت معلقه خل، نرجع لكلامنا. حطيت معلقه خل، وعجنت كويس جدا البصله مع الثوم والجنزبيل والكزبره الخضراء وشويه فلفل اسود ومعلقه لومي، وهي دي السر، هي اللي هتدي طعم الدياي رهيب رهيب. بصي، انا لو اقعد اقول رهيبه الصينيه دي من هنا لبكره محدش هيتخيل. جربوها، وصفه جديده جدا، يعني طريقه جميله قوي وجديده. فيكي تفرمي الحاجات دي في الخلاط، بعد كده تخليها زي الميه ناعمه وتتبلي فيها زي ما عملتها معاكم قبل كده. المهم هاخد بقى التتبيله دي واحشي بيها الدياي من جوه، تحشيه كويس. ودلوقتي اهي كده خلاص خلصتها، وحطيت عليها شويه ميه. وعندي هنا الايه، دي البوتيتا، حطيت عليها شويه ملح، هحطها. تمام تمام. دي بطاطا حلوه، جربوا كده صينيه الدياي مع البطاطا الحلوه، خطيره يا بني. بتقطعيها حلقات وتتبليها باي حاجه بتحبيها، وتحطيها على الوش، وتغطيها بقى بقصدير ورق زبده، وعلى الفرن. بتاخد في الفرن حوالي ساعه. وطبعا وهي بتستوي في الفرن في نص المده كده، بتبداي بقى تعملي بقى جنبها رز، او لو هتاكلوها بخبز او معكرونيا بيليق معاها كل ده. وتعملي بقى معاها يا اما طماطم مخلله او بتنجان مخلل او سلطه او زيتون، اي حاجه. كل الحاجات دي بتليق مع الاكله دي. شوفوا كده، اللهم بارك، ما شاء الله، تبارك الرحمن. شوفوا الجمال، شوفوا لي الجمال، تبارك الرحمن. شوفوا الدياي شلون مهري، كله خلطه محشي. شايفين الجمال؟ شوفوا الدياي، شوفوا شلون محشي، شوفوا شايفين حشينه ازاي.
شوفوا البوتيتا، شوفوا البوتيتا مهرية ازاي، يا سلام. صراحة مفيش احلى من كده، رهيبة. اللهم بارك. اللي مش هيعمل صينية الدياي بالطريقة بتاعتي دي خسران. شايفين الدياي محشي، شايفين التتبيلة، وشايفين الجمال واللزاجة، شايفين البوتيتا المهرية رهيبة. جميل. شوفوا الحلاوة والطعامة، شوفوا البوتيتا المهرية مع الدياي المهري المحشي، محشي حشوة رهيبة، تتبيلة جامدة قوي. لا لا لا، الموضوع كبير طبعا العربية. يا سلام، موضوع يبيله مليون لايك. الله يعطيك العافية يا رنون، صراحة ما شاء الله. طيب الموضوع فعلا يبيله مليون لايك. يا رب يرحم امي وابوي يا رب، ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه. ويا رب اي حد بيستفاد كده يكون بس بيدعي لي الدعوه في ظهر الغيب، وتحطوا لايك وتعليق هيسعدني. بقول لكم مين بيحب الكاجو المشوي مش اللي مدخن يا جماعه؟ الكاجو المشوي خيال مع كوبايه الشاي حاجه تانية. بقول لكم ايه يا حبايبي، هعمل معاكم دلوقتي محلبي. عملتها كتير قوي بس طعمها خطيره قوي المهلبيه بتاعتي. مكوناتي هحتاج نص لتر حليب، 3 معالق كبار مدروسين نشا، معلقه قشطه، معلقه من الزبده، وطبعا احلى حاجه عندك زبده لوربك او زبده مراعي، المهم تكون جوده الزبده حلوه. وهحتاج معلقتين بس سكر، ما تكترش سكر، هي كده تبقى مظبوطه جدا. وتحطي مستكه او هحط فانيليا النوع ده. الفانيليا النوع ده مع المهلبيه رهيبه. تقدروا تحطوا 2. عندي هنا النار بتاعتي اهي، هولع النار، هنزل الحليب بتاعي هنا نص لتر. طبعا انا حاطه هنا النشا زي ما انتم شايفين، النشا والسكر كله على البارد. سهله قوي، يعني لو انت اول مره تخشي تعملي المهلبيه هتعمليها بكل بساطه. تمام، حوالي 500 جرام، يعني دي 200 كده كده 500 جرام مظبوطه نص لتر. وهتعملي ايه بقى على طول؟ هتدوبي على البارد. المفروض تدوبي على البارد الاول. تمام، تدوبي على البارد كده اهو. تمام، وهتفضلي بتحركي بتحريك مستمر علشان تاخدي احلى مهلبيه بالدنيا. انا هضيف معلقه القشطه، معلقه قشطه كده حلوه كبيره علشان تدي قوام احلى وكريمي، وطعمها بيكون احلى بكتير جدا. تكون غنيه، يعني حتى لما بتعمليها لاولادك هتكون غنيه وبتغذيهم. مع التحريك هنزل الزبده معاكم برده، المفروض الزبده بتنزل اخر حاجه، بس يلا ننزل كله مع بعض. هنزل مستكه، كام فص مستكه كده. تحريك تحريك تحريك. اول ما تتخن معانا هنصبها في الكوبايات على طول. بعد كده عايزه تضيفي نكهه تانية غير المستكه حطي ده، عايزه تحطي ماي ورد ماي زهر براحتك خالص. بس كده هفضل اقلب، بعد كده اوريكم وأنا بصبها. احط اخر حاجه شويه من الفانيليا، اقلب. بس خلاص قوامها، هطفي النار بسرعه بس خلاص كده. وهوزعها في الاطباق وادخلها التلاجة. شايفين القوام الكريمي قوي ده؟ هو ده المطلوب. بس يا حبايبي هتبرد وندوقها مع بعض. المهلبيه يا بنات، مين ما بيحبش المهلبيه؟ من الحلويات الجميله جدا 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 جدا، واعتقد البيت كله يجتمع عليها، سواء كانت بالشوكولاته او اللي هي دي الغنيه جدا بالقشطه. طيب يا حبايبي، في هنا برضو خلطة عايزة اقولها لكم، بحب اعملها للشعر، جميلة وبتغذي الشعر، بس فيها عيب، بتعمل ريحة بشعة. لازم تغسلي شعرك بالقهوة والشامبو بالقهوة والكلام ده عشان تطيعي الريحة. فانا اهو بقول من البداية، بتعالج التساقط جدا وبتكثف، بس بعيبها الريحة بتاعتها. مكوناتها بقى عبارة عن الورد المجفف وقرنفل وحبة البركة، وكمان ورق الغار وقشر الرمان بتجيبيه من عند العطار ناشف او انت تجففيه البيت. وطبعا انتوا عارفين فوائد حبه البركه اصلا رهيبه للشعر. لو تغلي بس حبه بركه مع روزماري وقرنفل وتعتبريه زي بخاخ كده للشعر يومي، جميل. وطبعا حلبه، والحلبه برضو ليها فوائد كبيره للشعر. واللي هي كمان الحبه السوداء دي اللي هي على الجنب ديت، جنب الحلبه دي اسمها خردل. وكمان عمود كده من اكلير الجبل، بس انا فريش. انا بقول لكم تقدروا تجيبوا برطمان ده الناشف، لكن انا عندي فريش.
بتاخدي كل المكونات دي كلها على بعضها كده جافه، وبتطحنيها مع بعض في الخلاط، وبتخليها عندك في علبه. بتيجي تعجني حنه او صدر، بتاخدي منها معلقه وتحطيها. بتبداي ان انت تفركي كده على فروه الراس، بتغذي جدا، بتقل الشعر، بتكثف. بصوا، في حاجات برضو في الجينات بتأثر معاكي، ولكن احنا بنحاول نجتهد ونعالج شوية. الخلطة دي يا جماعة جميلة قوي جدا جدا جدا. لو لميتي كل المجموعة دي وطحنتيها وحطيتيها كمان مع الزيوت، نقعتيها مثلا مع الزيت، يعني مثلا خلطتيها وحطيتي منها معلقه كبيره او معلقتين مع لتر من زيت الزيتون، ونقعتيه لمده 20 يوم او شهر، وبعديها بدات تستعمليه، بتكثف الشعر. ولكن ارجع واقول ليها ريحه، تمام؟ فاكونوا حريصين في النقطه دي، ان بتعمل ريحه، فلازم تهتمي بغسل شعرك. لازم تهتمي بانك تحطي قهوه مع الشامبو وانت بتغسلي شعرك. لازم تعطري شعرك كويس. لازم تستعملي خمريه نوع كويس جدا بعد ما تسبحي وتنشفي شعرك، ما تخلوش في ميه وتكمكميه تلفيه. لازم يتهوى قوي ويفضل متهوي كده فتره، يعني بقيه اليوم متهوي ومفتح كده، وتحطي تنشفيه باستشوار من بعيد. بس فهو الخلطه دي ليها فوائد قويه وبحبها، ولكن عيبها الريحه. فانت لو هتستعملي خلطه زي دي لازم تكوني حريصه للامانه في الاستهلاك اللي بعد كده، في انك انت تهتمي بشعرك، تهتمي بالمعطرات، تهتمي بتبخير شعرك، فروه راسك تتبخر كويس. ده ضروري جدا تكوني حاطاه في حسابك. حاجه تانية برضو ليها طريقه تانية بتخلطيها، وممكن تحطيها مع خل البلسمك ده وشويه زيوت، وتعمليه زي حمام زيت كده، وتروحي حاطاه على شعرك لمده ساعه مربوطه. بعد كده تفكيه وتغسلي شعرك. بس كده حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب يرحم امي وابويا ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، اللهم امين. اتمنى تروحوا معايا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب باسم رنا العبودي، وانضموا معانا والاشتراك وفعلوا الكل، واتمنى تعملوا مشاركه للفيديو. وبس كده، باي باي، بحبكم كتير، نتقابل فيديو جديد ان شاء الله. توفي؟ انا وافي كثير. انا اذا انأذيت شي مره بحياتي لاني وافي. الوفي بهالايام بيحكي مع حاله مثل مجنون. ما في وفا، ما في وفا، كلها مصلحه. بدي اقول لك كلمه، اقسم بعزه الله هلا عم بحكي انا مضبوطه صح، ولا كلمه غلط بعد. ومع انه يعني كثير خذلوني بشوي. اقرب المقربين؟ في بعد في مقربين وبعدين الايام خلصنا. ما في ناس تبقى الايام حرام. ايام خلقت الله هدي، والزمان خلقت الله، والله الله الله